السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. طبعا احنا بنتحدث معكم من داخل الخيمة خاصة بالصحفيين. حالنا كحال الناس، يعني الظروف الآن صعبة على الجميع. سؤال مهم جدا: ليش الصحافة غير محمية؟ الصحافة غير محمية، خاصة الصحفي الفلسطيني. يعني الاحتلال الإسرائيلي بدوش الصورة انها تبث وتطلع للعالم والعالم يشوف ايش بصير فينا بداخل قطاع غزة، ما بده. فبالتالي بقوم باستهداف الصحفيين، بقوم بتوجيه اتهامات لهم بشكل مباشر. هو من الأصل منع دخول الصحافة الأجنبية والصحافة الغربية إلى مناطق شمال ومناطق قطاع غزة حتى ما يوثقوا اللي صاير في قطاع غزة. فالآن لاحظ أنه صحفيين غزة والصحفيين الفلسطينيين وصلوا الصورة ووصلوا الصوت وكشفوا كل الجرائم اللي حصلت. فبالتالي كيف بده يكتم هاي الصورة ويكتم هاي الصوت؟ بقوم باستهداف الصحفيين، باستهداف عائلاتهم، باستهداف أماكن التغطية لمحاولة ردعهم والتوقف عن التغطية. فبالتالي هي كل الموضوع. وبروح بيعمل اتهامات للناس، توجيهات، تهديدات للصحفيين من أجل تبرير قتلهم. الآن الجميع بقول لي: أنت ليش ما توقف عن التغطية؟ الآن في خطر عليك، في تهديدات عليك، في ادعاءات عليك. أنا ما توقفت عن التغطية وأنا في دائرة التهديد. مش أنس الشريف فقط، مش الصحفي أنس، احنا بنتحدث عن أكثر من 180 صحفي تم استهدافهم، وإذا ما تم استهدافه تم استهداف عيلته، تم استهداف بيته. فالاحتلال ما بدوش الصورة انها تضلها حاضرة من داخل قطاع غزة، ما بده الصورة تضلها نورجي العالم. فالاحتلال بده يستهدفنا عشان نتوقف عن التغطية. طيب احنا مش ناقلين للخبر فقط، احنا اصحاب قضية. يعني هاي قضيتنا. انا الان لما انقل خبر بنقل خبر عن قضيتي وعن رسالتي. فبالتالي واجب علي اني انا استمر في رسالتي لاخر نفس حتى تصل للعالم. هو صح العالم مش متحرك وفيش حد مدور علينا، لكن احنا راح نستمر من باب الامانة، وهي امانة في عناقنا. وما بنخاف من اي تهديدات، لانه كل قطاع غزة في دائرة التهديد، ما في حد في مكان امن. فالجميع في دائرة الاستهداف، وهذا واجبنا تجاه قضيتنا واتجاه رسالتنا. التهديدات يعني لا بتقدم ولا بترجع، واللي كاتبه ربنا بصير.